يا صباح الجمال والتفاؤل. الكلام اللي عايزه اقوله النهارده يمكن بعتبره من اهم الحاجات اللي انا عايزه اقولها واوضحها. الموضوع ده ان حاولوا بقدر الامكان تبطلوا المقارنات. جو المقارنات ده جو حقيقي صعب جدا جدا. طبعا مبدئيا لو بتقارن نفسك او بتقارني نفسك باللي حواليكي، ده مشكله كبيره قوي، لانه هيخليكي تفقدي احساسك بالاستمتاع بالوقت اللي انت موجوده فيه. يعني لو انت بتقارني نفسك بواحده صاحبتك، باختك، باي حد حواليكي، يعني هتلاقي نفسك انت مش عارفه تستمتعي بحياتك وباللي انت بتعمليه، لانك عايزه توصلي لحاجه تانية، لحد تاني. الحد ده طبعا بيبقى ظروفه مختلفه عنك، بيبقى شخصيته مختلفة عنك، اهتماماته مختلفة عنك. فانت ليه تدخلي في جو مقارنة بينك وبين حد؟ انت شخصية، وشخصية حلوة وجميلة زي ما انت كده. ربنا خلقك بوضع معين وبإمكانيات معينة مختلفة عن الباقيين. ليكي حاجة كده معينة وكاريزما غير كل الناس اللي حواليكي. لكن لما بتقلدي اللي قدامك ده، بتبقي عارفه عامله زي الكوبي بيست كده، فبتبقي يعني الشخصيه بتاعتك بتبتدي تتلغي، عشان انت مش عايزه تبقي نفسك، عايزه تبقي حد تاني. لو بتقارني جوزك بقى بناس تانية، دي طبعا كارثه كبيره قوي قوي. لان اول حاجه طبعا جوزك بيلاحظ الحكايه دي، لانك هتفضلي مثلا تقولي له شفتوا فلان عمل ايه. إيه، الكلام ده طبعا يعني متعب جدا جدا ليه، وهيؤدي يعني لافساد العلاقه شديده بينكم. حتى لو ما قلتيهاش ببقك، هتلاقي نفسك مع الوقت انت بتتصرفيها. بتنتقدي كتير قوي قوي في تصرفاته، وبتحاولي تشكري في الحاجه اللي بيعملها غيره. فطبعا ده بيفسد العلاقه وبيخليه مع الوقت يبتدي يبعد عنك، لانه من كتر طبعا الانتقاد هيلاقي نفسه مش عارف ينفذ لك اللي انت نفسك فيه، او حاسس ان هو على طول في موقف كده اللي عايز يدافع عن نفسه او عايز يبقى احسن. وطبعا ده شيء متعب جدا. اما بقى لو انت راجل وبتقارن مراتك بحد تاني، دي كارثه. يعني اسمحوا لي اقول لكم دي كارثه بجد بجد، انتوا مش متخيلينها. دي ممكن اصلا الست دي تفترس الست التانية اللي انت بتقارنها بيها، حتى لو قلتها لها على سبيل الهزار. يعني انت واخدها كده جاست جوك، يعني بتهزر معاها، انا بمزح. لا، لا خالص. احنا كستات ما عندناش خالص فكره ان احنا نقبل المزحه في حاجه زي كده. الموضوع ده بجد بيبقى مؤلم جدا للست، وغالبا مش هتنساها ابدا طول عمرها ان انت في يوم من الايام قارنتها بست تانية. وطبعا طبعا هتكره خالص الست اللي انت بتقارنها بيها، وممكن تقاطعها اصلا، وتبتدي بقى كل ما تشوفها تذمي فيها، عشان خاطر هي مش قادره تتخيل او تحس ان انت بتقارنها بواحده تانية. اما بقى لو في موضوع بقى اللي انا حقيقي بتكلم عشانه، لو انت بتقارن ابنك بحد تاني، سواء زميل، اخ من باقي اخواته، حد قريبه، الموضوع ده بيدمر تماما ابنك. اول حاجه زي ما قلنا ان هو بيفقد الانسان الاستمتاع بالوقت اللي هو فيه، لانه هو هيفضل طول وقته عايز يقلد غيره. تاني حاجه هتفسد العلاقه بينك انت وبين ابنك، لانه هو هيبتدي بقى يحس ان انت مش حاسس بقيمته، وحاسس ان هو حد قليل، فعايز يوصل باي طريقه ان هو يعني يحسك ان لا انا حلو انا موجود، وده طبعا هيخليه مش مش نفسه خالص. تالت حاجه هتخليه برضه يكره زمايله، او والكارثه لو انت بتقارنه باخ تاني، هيبتدي يكره طبعا اخوه، ويحاول بقى بقدر الامكان ان هو يعمل فيه ممكن مقالب، ممكن يحاول يبوظ له دنيته، عشان ما تقعدش كل شويه تقول له اخوك احسن منك، اخوك اشطر منك، اخوك اجمل منك، اخوك مؤدب عنك. الحاجات دي حقيقي بتبقى صعبه قوي قوي، وبتبوظ الدنيا. بدا انت طبعا بتبقى عاملها يعني فاكر ان انت بتحفزه، فاكر ان انت مثلا لما هتقول له اخوك اشطر منك، هو هيحاول يذاكر عشان خاطر يوصل لاخوه. الحقيقه ان ده مش بيحصل. ان اللي بيحصل ان هو بيحصل له احباط وفشل، ومش بيقدر خالص يوصل لاخوه، لان بقول لكم كل واحد ليه قدرات مختلفه عن التاني تماما. ممكن يعني ممكن يكون حد بيحفظ اكتر من التاني، واحد بيفهم اكتر، واحد عنده قدرات في مواد عن مواد تانية، واحد بيحب المذاكره، واحد عنده امكانيات مش في المذاكره، امكانياته في اتجاهات تانية. فنان مثلا، ما هو مش معقوله واحد مثلا عنده حس فني وبيحب الرسم والكلام ده، تجبره انه يقعد يذاكر مثلا ماده زي العربي او زي السوشيال.
يعني مواد حقيقي مش ممكن انسان فنان هيعرف يقعد يذاكر حاجات زي كده، انسى. فانت كده بتحط عليه ضغط غير عادي وانت مش عارف. والضغط ده اخرته ان هو هيحس ان هو فاشل، لانه مهما عمل بيحس ان هو مش هيقدر ينفذ لك اللي انت نفسك فيه، لانه طبعا مش هيقدر يجيب درجات عاليه في المواد دي. ولو بتقارنوا مثلا في اخلاق او سلوك، برضو كل واحد ليه شخصيته. مش معنى مثلا ان عندك ابن شقي وابن مؤدب ان الابن الشقي ده يعني وصمه عار في حياتك او حاجه لازم تضايقك. لا، هو شخصيته كده. حاول تستغل الشقاوه بتاعته دي في حاجه مفيده. يعني يعني هو طبعا انا بشوف كتير قوي قوي جو المقارنات ده في كل اسره، وبالذات لو انت برضه بتقارنه بواحد قريبه، ده ممكن يبوظ العلاقه بينكم وبين العيله التانية دي اصلا، لانه ممكن كل ما يشوفه يبتدي يتخانق معاه ويعمل معاه مشاكل كتيره قوي، وبالتالي هتبقى النتيجه ان هو هيخليكوا تبعدوا عن العيله التانية. لان طبيعي يعني محدش هيبقى عايز مشاكل، هيلاقي ان العيال كل ما بيتقابلوا بيتخانقوا مع بعض، وبالتالي مش هيقدروا يقربوا منكم تاني وممكن تخسروا بعض. فمن فضلكم بليز بليز بطلوا جو المقارنات ده، لانه حقيقي النتيجه بتاعته دايما بتبقى فشل، ما بتبقاش ابدا ان هو بيتحفز. يعني انا مش متخيله ان فعلا ام او اب يفضلوا كل الوقت يقولوا لابن من الابناء اخوك احسن منك، اخوك اشطر، اخوك مميز، طب انا هجيب له هو هديه وانت لا، انا هكافئه هو وانت لا. الحاجات دي يعني حط نفسك مكانه. دي اول خطوه عشان تبطل الكلام ده وتبطل المقارنات، انك حط نفسك مكانه. تخيل ان انت كشخص حد تاني طول النهار والليل يقارنك باللي حواليك، هتحس بيها وهتحس قد ايه هو شيء مؤلم. تاني حاجة، حاول تشوف الحاجات الحلوة اللي في ابنك، بدل ما بتدور على المساوئ اللي فيه اللي عايز تقارن بينه وبين التاني عشانها. لا، شوف الحاجات الحلوة اللي فيه وحاول تضغط عليها وتحسن منها. لانك انت بكده حقيقي بتقتل الطموح اللي عنده والابداع اللي عنده. يعني ممكن يكون هو عنده ابداع في مجال معين، هو بيضطر ان هو يتخلى عن الحاجه اللي عنده، الحاجه اللي حاببها، فعلا الموهبه العظيمه اللي فيه، عشان خاطر يبقى عباره عن صوره مكرره من حد تاني. وده حقيقي يعني انت كده هتفقد، لا هو هيعرف يوصل للحد التاني اللي انت بتقارنه بيه، ولا هيقدر يبقى نفسه ويبدع في الحاجة اللي هو بيعملها. فبالتالي انت خسرته وخسرت حاجة، قيمة عنده أو موهبة عنده كان ممكن تستغلها وتعليها وتكبرها وتخلي من ابنك حاجة كبيرة قوي قوي. حاجة تاني، انت ممكن تديله بدل ما انت بتفشله وتقوله اخوك ده احسن منك او صاحبك ده احسن منك او قريبك ده احسن منك، ممكن تديله ثقة بنفسه، تفضل تفخم فيه في حاجات عنده، وهو مع الوقت لما هيلاقيك انت عمال بقى تشكر فيه وتقول له انت حلو في كذا، انت حلو في كذا، ممكن هو مع الوقت يبتدي عايز يثبت ان هو فعلا مميز في الحكايه دي، وهيبقى مبسوط طبعا ان انت شايف في حاجات حلوه، بدل ما انت على طول بتنقده وبتحسسه ان هو اقل من التانيين. لا، هيحاول يثبت لك ان انا فعلا حلو. وهو بيني وبينكم انا يعني حاسه ان فكره ان هو يعيش طول عمره الابن عايز يثبت لاهله ان هو حلو، دي عيشه صعبه قوي قوي. يعني صعب ان هو يعيش طول عمره كده بيفكر بالطريقه دي. يعني سيبوا عيالكم يبقوا نفسهم، سيبوا اللي حواليكوا يبقوا نفسهم، يتعاملوا كده بطبيعتهم. يعني اكيد ربنا لما خلق كل واحد بشخصيه معينه وبامكانيات معينه، بدل ما احنا نفضل بقى نخليه يثبت لنا. ده بالظبط اللي هو نظام الحب المشروط، ان انت اعمل كذا عشان خاطر انا احبك، يعني ابقى كذا عشان خاطر انا احس بوجودك او احس ان انت كويس. لا، يعني هو كشخص مش محتاج انه يعيش طول حياته عايز يثبت للناس التانية ان انا كويس. ليه عشان ايه يعني؟ لما انا ابقى نفسي واعيش حياتي احسن ما اعيش حياة بتاعت ناس تانية عشان خاطر احسسهم ان انا حلو وان انا كويس. يعني انا عن نفسي كشخص انا حاسه الموضوع ده صعب جدا جدا. صعب ان انا اعيش عشان خاطر الناس اللي حواليا يحسوا ان انا حد حلو، ان انا حد فيا قدرات معينه. لا، انا عايزه اعيش شخصيتي انا، حياتي انا، دنيتي انا. يا ريت
يعني لو الكلام ده تسمعوه كويس وتركزوا فيه وتفكروا فيه، هتلاقوا ان هو حقيقي وبجد بيأثر خالص خالص في اللي حوالينا. انت بايدك ان انت تخلي اللي قدامك يبقى شخصيه سويه وكويسه، وفي نفس الوقت برضو بايدك ان انت تدمر شخصيه اللي قدامك وتخليه يبقى يعني مجرد صوره مش حلوه لحد تاني. باي باي.